معذبين، وقمت بقطع الحبال اللي مربوطة بيهم وحررتهم منهن. وهنا أنا صرت أمام أمر جدا مهم، لازم أحرر نفسي من هذا السجن وأنجو بحياتي. تقربت من باب الغرفة وإذا بالباب مفتوح، ففتحت الباب وطلعت من هاي الغرفة بحذر، وطلعوا وراي العراقيين الثلاثة، ومن صدمة وفرحة تحررهم من هاي الغرفة والتعذيب انطلقوا بسرعة حتى ينجون بحياتهم، وركضوا بالممر باتجاه اليمين، محاولة يائسة حتى ينجون بحياتهم. لكن اني حذر وبقيت واقف امام الغرفة وانظر لهم وهم يركضون باتجاه اليمين، ووصلوا لاخر الممر ودخلوا بالممر الثاني على اليسار بالتجهين باتجاه مجهول، وما اعرف وين راح يروحون. لكن بعد ما دخلوا بهذا الممر الثاني فجأة سمعت صوت صراخ وكلام عالي باللغة الانجليزية، والصدمة سمعت صوت اطلاق نار. اطلاق نار كثيف بهذا الممر، والظاهر الامريكان كشفوا امرهم واطلقوا عليهم النار. ظليت واقف بمكاني ومرعوب من اطلاق النار، وفجأة شفت شخص من ذول المساجين رجع بسرعة من الممر، ومن نظرت له ونظر لي كانت عيونه ونظراته الي جدا مرعبة ومخيفة، وكأنما كانت نظراته تدل على الكم الهائل من الألم والتعذيب والمعاناة اللي تعرض لها، وكأنما كانت هاي نظرته الأخيرة وهو على قيد الحياة. وفعلا بعد ما نظر لهاي النظرة فجأة سمعت صوت اطلاق نار اخير، واستقرت الرصاصة اللي انطلقت من سلاح الجندي الامريكي برأس هذا الشخص العراقي المسكين اللي كان ينظر لي بنظراته الاخيرة، وطاح على الارض بسرعة من دون اي حركة. وعرفت الجنود الامريكان راح يجون الي ويسوون نفس الفعل ويقتلوني، فبكل سرعة اتجهت وركضت باتجاه اليسار بالممر، وما ادري انا وين متجه، لكن المهم احاول اطلع من هذا المكان. ركضت بالممرات، وكانت الممرات فارغة تماما من اي جنود. وبعد دقيقة من الجري بالممرات فجأة سمعت صوت خطوات اقدام قادم من نهاية الممر، وكان هذا الصوت الاشخاص جايين باتجاهي وقريبين من عندي. وهنا قلبي كاد ينفجر من الخوف، فبتصرف سريع مني نظرت يمين ويسار، واذا بي اشوف باب لغرفة موجودة على يساري، ففتحت الباب بكل سرعة ودخلت للغرفة، وكانت الغرفة مظلمة تماما. فظليت اتنصت من وراء الباب للممر، ظليت اسمع صوت خطوات وكلام الجنود امريكان جاي يمشون بالممر، ومن وصلوا امام باب الغرفة اللي انا بيها فجأة واذا بيهم يتوقفون امام الباب، وظلوا يتكلمون كلام انجليزي ما فهمته، وكلامهم همس ما جاي ينسمع، يهمسون فيما بينهم وكأنما ما يردون احد يسمع كلامهم. ومن الواضح هم اثنين من الجنود الامريكان جاي يتحدثون. زادت ضربات قلبي اكثر، بس لا يدخلون للغرفة اللي انا بيها. وراها سمعت احد الجنود غادر المكان وابتعد عنه، لكن لحظة الجندي الثاني لا زال واقف وراء الباب، وفجأة صار الشيء اللي خايف من عنده. نظرت للباب واذا بالقبضة مال الباب تحركت، وفجأة انفتح باب الغرفة اللي انا بيها، فبسرعة لصقت نفسي بالباب وختلت وراه مباشرة حتى ما يشوفني. المصيبة الجندي دخل لهاي الغرفة، لكن لحد الآن ما يدري أنا موجود بداخلها. فدخل وظل يمشي بداخل الغرفة بخطوات بطيئة، وما أعرف شنو جاي يسوي الجندي الأمريكي هنا. ولحد الآن الغرفة شبه مظلمة، لكن إذا قام بإشعال نور الغرفة راح انكشف 100% ويشوفني، وأكيد يقوم بقتلي. فظليت واقف بمكانه وجسمي يرجف من الخوف والرعب، بس رقت النظر ومديت راسي من وراء الباب حتى اشوف شنو جاي يسوي بالغرفة. ومن نظرت شفته قام بفتح مجمدة او فريز او ثلاجة، شفته قام بوضع صندوق نايلون ابيض وغريب داخل هذا الفريز. لكن الغريب من فتح هذا الفريز طلعت من عنده رائحة ابدا ما تطاق وجدا كريهة. استغربت من هذا الشيء، وبعد ما قام الجندي بوضع الصندوق بداخل الفريز قام بغلقه وتوجه باتجاه الباب. من وصل يم الباب توقف لوهلة من الزمن، وهنا أنا من الخوف والرعب كتمت أنفاسي حتى ما يسمعها، لأن صارت المسافة بيني وبينه تقريبا نصف متر، واللي يفصل فيما بيننا فقط الباب المفتوح، وإذا حس بوجودي راح يقتلني وينهيني بالحال. فظليت كاتم نفسي إلى أن وأخيرا تحرك من يم الباب وطلع برا الغرفة وقام بغلق الباب. أخيرا جريت نفس جدا عميق لأن اختنقت ووصلت الموت، وأخيرا غادر الغرفة ورجعت الغرفة في ظلام
ظلام دامس، لكن الرائحة الغريبة والكريهة لا زالت موجودة بالغرفة. لكن يا ترى شنو اللي بداخل هذا الصندوق اللي خلاه بالفريز؟ ظل هذا السؤال في بالي، وقررت افتح الفريز واشوف شنو اللي بداخله. لكن اول شي خلي اقوم بتشغيل انارة الغرفة. فبحثت بحائط الغرفة وظليت اتلمس الحائط بهدف الامساك بزر تشغيل الاضاءة. بحثت واخيرا وجدت، فضغطت على الزر واذا بانارة الغرفة تشتغل. نظرت من حولي وشفت عدد 4 من الفريز او المجمدات موجودة بداخل الغرفة. تقربت من احد المجمدات ووصلت يمها وقمت بفتحها بهدوء. وجدت مجموعة من الصناديق البيضاء بداخل هاي المجمدة. فمديت ايدي على احد الصناديق وقمت بفتحها بحذر، واذا بالصدمة اشوف بداخل هذا الصندوق كلى بشرية. انصدمت من هذا المنظر المرعب وسقط الصندوق من ايدي. فبحثت بباقي الصناديق اللي موجودة بالمجمدات، والصدمة كل الصناديق اللي موجودة بيهن يحتوون على اعضاء بشرية، ومن الواضح هاي الاعضاء البشرية تابعة لسجناء عراقيين، والجنود الامريكان جاي يقومون باستئصال اعضائهم ويقومون ببيعها وتصديرها بطرق غير قانونية. كمية اجرام مو طبيعية جاي تصير بسجن ابو غريب. فظليت مصدوم وانا بهاي الغرفة ولعبت نفسي ولازم اطلع منها ومن هذا السجن كله اللي مليء بالوحوش البشرية. لكن المشكلة كيف اطلع من هذا السجن وهو بداخله حراسة مشددة من الامريكان؟ المهم قررت اطلع من هاي الغرفة المشؤومة. فتحت الباب وطلعت بحذر وهدوء ومشيت بالممر ومشيت من دون هدف. وباثناء ما جاي امشي فجأة سمعت صوت صراخ صادر من وراي. فالتفتت بسرعة. الصدمة واذا بي اشوف جندي امريكي ضخم البنية جاي ينظر لي، وهنا تيبس جسمي من الخوف وقلت هاي راح تكون نهايتي. ركض علي بكل سرعة يريد يمسك بي. قدرت وجهه وظليت اركض واركض بالممرات وهو يلحق بي وما اعرف وين انا متجه. لكن كل اللي اعرفه جاي اهرب من هذا الجندي، لان اذا مسك بي راح يعدمني اكيد. ركضت وظليت ادخل من ممر الى ممر وهو لا زال يلحق بي ويصرخ علي. ووصلت الى نهاية الممرات وكان موجود باب. فتحت هذا الباب بسرعة وشفت نفسي في مكان مساحته جدا واسعة، وهذا كان مؤخرة السجن، وكان بنهاية هذا المكان باب ثاني. فركضت حتى ادخل هذا الباب، لكن بهالاثناء لفت نظري شيء بمنتصف هذا المكان. وباثناء ما جاي اركض وصلت لهذا الشيء، والصدمة شفت مجموعة من الجثث ساقطة ومتكومة على الارض فوق بعضها مجمعة. وهاي الجثث من الواضح السجناء عراقيين. وبكل سرعة لمحت في بالي فكرة، ذبيت نفسي مباشرة بين الجثث وغطيت نفسي بداخلهن بسرعة. وبهاي الاثناء انفتح الباب وطلع هذا الجندي اللي كان يلحق بيه، وركض ومر من امام الجثث والحمد لله ما شافني، ودخل الباب الثاني. وهنا اني نشف كل الدم اللي بداخل جسمي من الخوف. وفوق هذا أنا حاليا جواي وفوقاي جثث أجساد باردة ومليئة بالدماء، ماتوا بسبب وحشية الأمريكان. فما قدرت أحرك نفسي من بين الجثث لأن كنت جدا منهار من هذا اللي صار كله. وظليت أبكي من الحال المؤلم اللي وصلت إله. وبعد مرور نصف ساعة وأنا منهار بين الجثث وما أعرف شلون راح أطلع من هذا السجن المخيف. وأخرت الجثث عني وردت أنهض. وبهالأثناء سمعت صوت سيارة داخلة إلى مؤخرة السجن. فبسرعة رجعت المكان بين الجثث وظليت أنظر خلسه، وشفت سيارة حمل كبيرة دخلت وكانت تمشي لي ورا وتتقرب من يم الجثث اللي أنا بينهن. تقربت إلى أن وصلت كلش قريبة من الجثث وتوقفت. وهنا نزل شخصين من السيارة وأني تقريبا عرفت شو راح يسوون. بسرعة غمضت عيوني وسويت نفسي على أساس أنا ميت. فظلوا يشيلون بالجثث ويحملوهن بهاي السيارة الحمل. شالوهن إلى أن وصلوا إلي. وهنا أني قطعت نفسي وسويت نفسي كأنما جثة، وشالوني من بين الجثث وذبوني بالسيارة وشالوا باقي الجثث وأيضا خلوهن بالسيارة وقاموا بغلقها وصعدوا السيارة وانطلقوا بيه. وهنا أنا عرفت راح يقومون بإخراج هاي الجثث برا السجن ويقومون بدفنهن في مكان بعيد جدا. مشت بينا السيارة وأخيرا طلعنا من السجن. وهنا أنا صفنت بيني وبين نفسي وما مصدق اللي جاي يصير. أخيرا غادرت السجن، وبعد ما مشت بي السيارة مسافة بعيدة وابتعدت عن السجن تماما نهضت من بين الجثث. وهنا
خلص كل شيء، صار لازم اخلص نفسي من السيارة، فانتظرت على ما تخف سرعة السيارة، انتظرت وانتظرت الى ان خفت سرعة السيارة، وبكل سرعة من دون ما يدري السائق واللي وياه شمرت نفسي من السيارة على جانب الطريق الترابي، ونظرت للسيارة وهي تبتعد وتبتعد. هنا اخيرا صرت حر طليق وتخلصت من كل هذا الكابوس وقدرت انجو بحياتي. وبعد هذا اللي صار كله قررت اخلص نفسي واطلع الى غير بلد، وفعلا هاجرت خارج العراق وكملت حياتي طبيعية بعيدا عن كل هاي المأساة والآلام اللي أنا تعرضت لها، وأيضا جميع أبناء بلد. لهنا تكون انتهت القصة. اوكي خالد، لهنا وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى يا رب عجبتكم ونالت رضاكم. اذا عجبتكم سووا لايك واشتركوا بالقناة. حساب مال الانستغرام موجود جوا بالوصف، روحوا هناك وتابعوني وكتبوا لي آراءكم الصريحة بالقصة، ونشوفكم بالحلقات الجاية ان شاء الله. I love you يا عمري.